عارف ليه الناس دايما بتفترض ان الشخصية اهم من الشكل؟ او انك انت لو شكلك مش احسن حاجة الشخصية تغطي؟ لان هما مش قادرين يصدقوا ان في ناس بتجمع بين الجينات والشخصية والموارد كمان. الموضوع صعب بالنسبة لهم ان واحد جيناته تبقى حلوة وملتزم ومظبط اكله ومظبط شخصيته ومعاه موارد. هما مش قادرين يصدقوا الحتة دي، فبيلجأوا الحل ايه بقى؟ ان الشخصية اهم. او في سبب تاني. ايه هو السبب التاني؟ ان هو ممكن يكون وسيم لكن ما كانش معاه شخصية. حرفيا كان بيتمسح بكرامته الارض، البنات بتلعب بيه كورة. اول ما خد الشخصية قالك بس الشخصية هي الاهم. بما ان الشكل ما عملش حاجة او عمل فرق بسيط، لكن الشخصية اهم. بس النوع ده مش موجود منه كتير. اللي موجود اكتر هو الشخص اللي ما معهوش شكل، اللي هو مش عارف يلتزم باكل، ما معهوش جينات حلوة، فهو بيلجأ للحل الضعيف ان الشخصية اهم. ونفس الكلام ينطبق على اللي يقولك الشكل اهم من الفلوس، او الفلوس اهم من الشخصية، او الشخصية اهم من الشكل. ايا كان الجملة اللي بتتقال، الفلوس اللي هي الموارد يعني، والجينات والشكل اللي هي الاتنين حاجة واحدة، والشخصية التلاتة ما يقولوش حاجة عن بعض. مفيش حاجة اسمها ده اهم من ده. دي جملة بيضحكوا بيها على نفسهم، وهوضح لك ده ليه بيحصل. اول حاجة بتخليهم يقولوا كده وهي وهم العدالة الفطرية. من الاخر كده ان القوانين دي لها عدل، وللأسف الكلام ده مش حقيقي. مفيش عدل في الحوار ده. ممكن واحد يتولد ابوه الفا، يتعلم منه ويبقى معاه شخصية، ومولود بقول لك ايه جيجا تشات زي ما بنقول، او 8 9 من 10، ومعاه موارد عادي جدا، وجهازه المناعي قوي، ومعاه عقلية وكل حاجة. ما بيحصلش؟ بيحصل. ففي الحالة دي هو بيلجأ لحتة ان الشخصية اهم، الفلوس اهم، ايا كان الميزة اللي معاه. وعموما اي حد يقول لك الشخصية اهم من الشكل، الفلوس اهم من الشكل، ايا كان الجملة اللي بيقولها، اعرف الحاجة اللي هو بيميزها هي دي الحاجة اللي هو شاطر فيها. عشان كده، عشان الامان النفسي بتاعه هو لازم يقدسها. هو حرفيا لازم يخليها هي التوب. هو ما يقدرش ينكر اهمية الحاجات التانية. محدش دلوقتي يقدر يقول الشكل ملوش لازمة. محدش يقدر يقول كده، لان كل حاجة ايه على عينك يا تاجر. لكن يقدر يعمل ايه؟ يعمل حركة اصيع، يقول لك ايه؟ الفلوس اهم، الشخصية بقول لك ايه اهم من الشكل. اصل شكلك حلو لحد ما تفتح بقك، والكلام الايه اللي دايما بنسمعه. صدقني الانثى بترفضك قبل ما تتكلم اصلا. يعني انت ممكن تبقى شخصيتك قوية بس جيناتك تعبانة، والله ما تديك الفرصة ان انت تكلمك اساسا. والله ما تديك الفرصة. والله العظيم بتشمك، بترفضك بيولوجيا. الكلام ده هيبقى ليه فيديو تاني. الانثى بتشم ريحتك، بتشم انت جهازك المناعي عامل ازاي، بتشم خوفك. طب انت تعرف ان الانثى بتشم ريحة العرق اللي ناتجة عن تمرين او جري او ايا كان، يعني شغل شاق ايا كان، يعني تسترون زيادة. وبتشم ريحة العرق اللي هي ناتجة عن توتر، او ان الشخص ده خايف، او ان جهاز مناعي ضعيف، او الشخص دوت واقف قدام الشمس كتير. بتشم ريحة معفنة. انت تعرف الكلام؟ انت متخيل انا بقول لك ايه؟ ريحه عرقك نفسها الانثى بتحبها في حاله وبتكرهها في حاله. فحته ان شكلك حلو لحد ما تفتح بقك والكلام دوت مفيش منه. انت ممكن يا اسطى يبقى معاك شخصيه وتفتح بقك وتسيبك برضو. انا مش عايز افاجئكم ان ناس كتيره بيحصل معاها كده، وناس كتيره من اللي بيتفرجوا عليا بيحصل معاهم كده، وكلنا عارفين الكلام ده. لو بالع الريد بيل، لو معاك ايه اقوى شخصيه في العالم، ممكن تكلم بنت يوم في التاني في التالت تلاقيها اتبلكتك عادي. انت بيجي في بالك ايه؟ اصل هي كانت فضوليه. لا يا اسطى، عادي. في سبب تاني. انا بس ده مش موضوع الفيديو، بس انا بفهمكم ان مفيش حاجه اسمها الشخصيه كل حاجه، الشخصيه اهم حاجه، شكلك حلو لحد ما تفتح بقك والكلام الخيبان ده. دي حاجه بتتقال بس عشان يحاولوا يخلوا المجهود اللي هم بيعملوه في ان هم يخلوا شخصيتهم قويه تغطي على اليانصيب الجيني. ايه هو اليانصيب الجيني دي؟ اللي هو كروتك في الشكل. زي مثلا انت ممكن تطلع طويل واخوك قصير، ممكن جهازك المناعي ضعيف واخوك اقوى، ممكن انت شكلك حلو واخوك وحش، او العكس، انت ونصيبك بقى. فهم عايزين يغطوا حتة الشخصية دي على الجينات، وده عمره ما هيحصل. ده غير طبعا ان الجملة نفسها مش صح. زي لو انت شكلك وسيم فشخ وفتحت بقك وقعت في اختبارات، البنت هتعدها لك. البنت ممكن تقول ايه؟ اه ده غموض، اكيد ما خدش باله. بس انا هنا بتكلم مع الناس الوسيمة اللي هم واخدين ايه، فوق التمانية مثلا. والكلام ده انا شفته بعينيا.
فاذا جملة ان انت شكلك حلو لحد ما تفتح بقك دي مش كويسة. وعموما في بنات بتنجذب للشكل بس، وده احنا بنشوفه. والمشكلة ان في بنات بتنجذب للشخصية بس، انما الراجل اللي بجد اللي عايز يدخل يشوط في كله ما يهموش حد، يبقى معاه جينات، شخصية، موارد. لان انت لو معاك شخصية بس جهازك المناعي ضعيف، الانثى مش هتشوفك يا اسطى. صدقني الانثى يعني بتحس باشمئزاز، يعني الانثى عايزه جهاز مناعي قوي، عايزه شخصيه، عايزه واحد يعرف يصرف عليها، يعرف يجيب لها حقها. فسيبك من حته ان الشكل كل حاجه، وسيبك من ان الشخصيه كل حاجه، وان الفلوس مش عارف ايه. سيبك من الكلام ده، التلات حاجات دول ما يتجزأوش. اقسم بالله ما هتلاقي حد بيقولك الكلام ده. نيجي بقى للشخصيه عشان ايه ما نبقاش ظلمناها والكلام ده. الشخصيه مهمه قوي. مش معنى ان بقول لك مفيش حاجه اسمها الشخصيه اهم من الشكل يبقى الشخصيه ملهاش لازمه. وكذلك الفلوس نفس الموضوع. والله ما في حاجه اسمها ده اهم من ده. واللي بيقول لك كده ده بيبقى عنده دوافع نفسيه في حاجه هو مش عارف يوصل لها، فبيضطر بالشكل طبعا، فبيضطر يعمل ايه؟ يقول لك الشخصيه اهم. خلاص انا دلوقتي قدامي قلم احمر وقدامي قلم ازرق، انا مش عارف اوصل للقلم الاحمر وعارف اهميته، فايه انسب حاجه ليا انا كنفسيا اقولها؟ ان القلم الازرق اهم من الاحمر، وده اللي بيتقال. انما في الحقيقه مفيش حاجه اسمها الشخصيه اهم من الشكل، ولا الشكل اهم من الشخصيه. انا ممكن اقول لك جمله برضو بتتقال من بتوع الشكل، يقول لك ايه؟ ان انت لو شكلك مش احسن حاجه مش هتاخد الفرصه. لا هتاخد فرصه يا اسطى، عادي عادي لو جهازك المناعي حلو وعندك سيمتريه. ده بعيدا عن ان الناس فاكره ان الشكل الحلو يعني عيون خضراء، طول، عضلات وخلاص. لا يا اسطى، ده في سيمتريه، ده في صوت ذكوري، ده في جهاز مناعي، ده في ريحه جسم، ده في عيون، ده في جولاين، ده في عرض الجسم، ده في نسبه تسترون في جسمك، ده في بلاوي من قبل ما تفتح بقك الانثى بتعرفها. فالشخصيه مش بديل للشكل، والشكل مش بديل للشخصيه. وفي حاجة عموما احنا عارفينها اسمها الاس ام في، قيمتك السوقية، او عموما قيمتك انت كراجل، قيمتك بتكون ايه؟ بص بقى عد معايا. شخصيتك، احترام الناس ليك، طبعا داخله تحت بند الشخصيه واي حاجه لها علاقه بالشخصيه. وشكلك، طولك، بعضلاتك، نسبه دهونك، جولاينك، العرض نفسه، عظمك عريض ولا لا، السيمتريه بتاعت وشك او بتاعت جسمك عموما، وصوتك الذكوري. وطبعا الموارد دي حاجه مهمه جدا. اصل انت لما تتجوز واحده وانجذبت لك شكليا وشخصيا، لما تخلفوا ابن وابنك ده يتعب، هتعالجه ازاي؟ بشخصيتك؟ بشكلك؟ هتعمل ايه بقى لو معكش فلوس؟ هتروح تستلف. في الفا يروح يستلف؟ في حالة انك رحت استلفت، انا عارف ان الكلام ده هيزعل، انت ما بقتش الفا. يعني ايه الفا؟ الفا يعني قائد وقت المشاكل الناس بتبصله، او الناس عايزة منه حلول. انا مش هقول لك يا عم حل مشاكل غيرك، ساعد غيرك، على الاقل كف بيتك. فلو انت دلوقتي ما معكش فلوس ومعتمد على وهم الشخصية ووهم الشكل، وان ده اهم من ده ومش عارف ايه اهم من ايه وايه كل حاجة، في الحالة دي انت في اقل مشكلة هتروح تستلف. فاذا انت بتستلف، انت اتنزلت عن شخصيتك. عرفتوا ليه انا بقول لكم مفيش حاجة اسمها الشخصية اهم من الفلوس؟ مفيش حاجة اسمها الفلوس اهم من الشكل، الشكل مفيش حاجة اسمها كده. هو باكج كامل. حتة الشخصية اهم دي جملة تسمعها اعرف ان اللي بيقول كده في حاجة هو عايز يوصلها، في حاجة هو مر بيها، في حاجة هو مش عارف ايه يوصل لها، في تجربة مأثرة عليه. الجملة دي ما بتطلعش من فراغ. قيمتك انت الحقيقية كراجل زي ما قلت لك، فلوسك، شكلك، جهازك المناعي، شخصيتك، ذكائك، ما تخليش حد يتلاعب بيك، قربك لربنا طبعا، كل الحاجات دي. فالراجل الحقيقي اللي ماشي على الظبط ومظبوط ما بيفرقش معاه الشكل، الشخصية، الفلوس، مين اهم. حتى لو في حاجة اهم من حاجة، مع ان الكلام ده مش صح والقاموس ده مش موجود. انا ممكن اقولك على حاجة، ايدك ولا رجلك اهم؟ صحتك ولا كرامتك؟ كلام مش عينك ولا ودنك؟ الاتنين بيأدوا نفس الحاجة، انت بتسمع وبتشوف. الاتنين يعني ايه؟ وسيلة ان انت تشوف اللي قدامك. مثلا حاسة الشم ولا التذوق؟ ايه اهم من ايه؟ كلام مش منطقي، يعني اسئلة مش راكبة صح.
هو ده نفس اللي بيقولك ده اهم من ده، لان دي بتقضي غرض ودي بتقضي غرض. الراجل اللي بجد بيبقى معاه الميداليه كامله ومعاه المفاتيح كلها، ووقت مثلا ما يجي يعرف بنت مثلا الشكل مطلوب، هو معاه الشكل، معاه الجينات، معاه الصحه كويسه، معاه نسبه تستيرون عاليه، معاه جهاز مناعي قوي. مطلوب شخصيه، الشخصيه في الغالب بتطلب بعد ما تعرف البنت، الشخصيه موجوده. خلاص اتجوزتها، طب ما انت عايز تتجوز، يعني عايز بيت، عايز عفش، معاك فلوس، موجوده. فكل مرحلة ليها مفتاح، مرحلة أهم من مرحلة. ده كلام على الورق، ده كلام نظري. أنا ممكن أقنعك إن الفلوس أهم. بقول لك إيه، لو أنت ابنك تعب ومحتاج يعمل عملية، هتعمل إيه لو معكش فلوس؟ يبقى الفلوس أهم. طب حاجة تانية، لو وقفت جنب واحد أوسم منك والبنت دي أنت نفسك فيها، هتختار مين؟ هتختار الوسيم. يبقى الشكل اهم. فهمت المبدأ؟ انا ممكن احط لك ان الشخصية اهم، الشكل اهم، الفلوس اهم، بس صدقني كل دي عبارة عن مراحل. الحاجات دي مهمة، ممكن يكون في ترتيب، لكن اسأل نفسك ليه دايما يتقالك الشخصية اهم من الشكل؟ ليه عمرك مثلا ما سمعت ان الفلوس اهم من الشخصية؟ نادرا لما تسمعها، ولو سمعتها هتضحك. لو سمعت واحد بيقولك الشكل اهم من الفلوس او الشخصية هتضحك، لكن لما يتقال الشخصية اهم من الشكل، لا ازاي، ده الكلام ده جامد ويلا واحلى وهم. في كلا الحالات انت لو صدقت الناس اللي بتقولك الشخصية اهم والشكل مش عارف ايه والكلام ده، محدش خسران غيرك. وعموما في الفيديوهات الجاية هبقى اوضح لكم ده بشكل اعمق، واشوفكم في فيديوهات جاية يا رجالة.